تست 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 تست. ماتت من سنين لكن لسه بتطلع ترند لحد النهارده، بتغني باكتر من 10 لغات على الرغم من نجاحها المهني، لكن حياتها كانت منتهى المأساوية. لو بتحبوا الحكايات ركزوا معايا عشان الفنانة اللي هنتكلم عنها دي أسطورية بمعنى الكلمة. بس قبل ما نكمل انا حابب اقول لجين زي ان انا ابتديت دلوقتي اتفرج على انمي عشان ابدا ان انا اواكب اللي انتوا بتعملوه. حضر شايك ابو نعناع، قهوتك، مشروبك اللذيذ، ويلا بينا. المطربه اللي هنتكلم عنها النهارده داليدا، الست اللي صوتها وصل للعالم كله. دول اوروبا كانت بتتمنى تقول ان هي منها، لكن هي كان عندها الانتماء عالي جدا. كانت دايما بتقول انا من مصر. Je n'ai jamais renié, simplement les gens pensaient que j'étais d'origine italienne, ils le disaient, mais à chaque fois qu'on me demandait là où j'étais né, j'ai toujours répondu l'Égypte, le Caire, je ne renie pas absolument. D'ailleurs, moi, je me sens complètement française et la nostalgie que j'ai dans mon cœur de mon enfance, c'est normal, c'est l'Égypte. الست داليدا هتعلمنا درس في الانتماء. طب يا ترى ورا الشهرة دي كلها كان في ايه؟ هل كانت الحياة سهلة ولا كان في معاناة؟ ده اللي هنعرفه وعايزك تكمل القصة معايا للآخر يا برو. اسمها الحقيقي يولاندا جيجيلوتي، اتولدت في القاهرة 17 يناير 1933 تحديدا في حي شبرا، من عيلة إيطالية جاية من سيرستريتا. أبوها كان عازف كمانجا في الأوبرا المصرية، أمها كانت ست خياطة. رحلتها بدأت من شوارع شبرا ووصلت لحد باريس بلد الشهرة والأضواء، ووصلت للعالم كله. بس قلبها فضل مربوط ومتعلق بمصر. كان باين ان داليدا حياتها مش هتكون عاديه، نجاحها كان خيالي بس دايما كان حواليها حزن ووجع، وعشان كده سموها المطربه التراجيديه. غنت باكتر من 10 لغات، ودي ما كانتش مجرد موهبه، دي كانت نتيجه طبيعيه لطفولتها في القاهره اللي كانت في الوقت ده سوق كبير لكل الجنسيات. كان عندها مشاكل في عينيها من وهي صغيره، وعملت عمليتين قبل ما تتم ال4 سنين، وده عمل لها عقده نفسيه كبيره. كانت فاكره ان النضاره مخلي شكلها وحش قوي، بس يولاندا كانت قويه وقررت في سن 13 سنه انها مش هتلبس النضاره تاني، وده اللي خلاها تتحول من يولاندا لداليدا الايقونه العالميه. مع انها كانت بتروح مدرسه كاثوليكيه وكانت بتشارك في نادي الدراما، الا انها كانت عينيها على حاجه تانية خالص، كانت عينيها على هوليوود. فقررت تسيب الكليه وتشتغل موديل. الخطوه دي فتحت لها باب عالم الجمال، ففازت بلقب ملكه جمال اندين وبعدها بملكه جمال مصر. كل النجاحات دي كانت بتورينا انها كان عندها كاريزما وحضور زي كده بالظبط. وبعد ما كسبت ملكه جمال مصر، ابواب السينما في القاهره اتفتحت قدامها. كانت ممكن تبقى نجمه كبيره في مصر، بس طموحها كان اكبر بكتير. حلمت تبدا في باريس، وبالفعل في عيد الميلاد 1954 وهي عندها 21 سنه خدت قرار جريء وسافرت لفرنسا عشان تحقق حلمها في التمثيل، وهناك غيرت اسمها من يولاندا لداليدا. الخطوه دي بالرغم من تردد عيلتها كانت بدايه لرحله اسطوريه سابت فيها جذورها المصريه عشان تطارد قدرها العالمي. لما وصلت داليدا باريس، الحياه ما كانتش سهله زي ما كانت فاكره، كانت وحيده وغريبه بتكافح عشان تعيش. الفتره دي ورتنا قد ايه داليدا كان عندها اصرار، بالرغم من انها ما نجحتش كممثله في الاول، الا انها كانت مصممه ان الحال لازم يتغير. اللحظه اللي غيرت حياتها لما بدات تاخد دروس غنى. تدريب مكثف خلاها تعمل اول اختبار في نادي ليلي في الشانزليزيه، ومن هناك راحت لنادي ارقى شويه، وهناك قدموها للجمهور على انها اسرع نجمه صاعده. اللقاء اللي فتح لها الدنيا كان مع لوسيان موريس وايدي باركلي. الاثنين دول كان ليهم دور اساسي في اطلاق مسيرتها الغنائيه. وسنه 1956 داليدا اصدرت اغنيتها بامبينو اللي عملت نجاح تاريخي. الأغنية احتلت المركز الأول في القوائم الفرنسية لمدة 39 أسبوع، وده رقم قياسي لسه موجود لحد دلوقتي. الأغنية دي كانت أول اسطوانة ذهبية لداليدا من أصل أكتر من 70 اسطوانة ذهبية حققتها في تاريخها. النجاح ده هو اللي مهد الطريق إنها تكسر الرقم القياسي العالمي لمبيعات فرانك سيناترا بأغنية جيجي لاموروزو، وتكون اول مطربه تحصل على الاسطوانه البلاتينيه والماسيه. بعد بامبينو صعودها كان سريع جدا، ظهرت في مسرح الاولمبيا الشهير في باريس كفقره افتتاحيه لنجوم كبار زي شارل ازانوفا. ده عزز مكانتها لنجمه صاعده في الساحه الموسيقيه الفرنسيه. مسيره داليدا الفنيه كانت صعود صاروخي من الستينات لحد وفاتها. شهرتها زادت بشكل كبير، وعملت حفلات كامله العدد في الاولمبيا وجولات عالميه وجمعت جوائز كتير.
مسيرتها الفنيه استمرت 30 سنه من 1956 لحد اخر البوم ليها سنه 86. نجاح داليدا التجاري كان استثنائي، كرموها مرتين بجائزه اوسكار للنجاح العالمي للاسطوانات، وده خلاها المطربه الاوروبيه الوحيده اللي كسبت الجائزه دي اكتر من مره. ده غير انها كانت اول مطربه تحصل على الاسطوانه البلاتينيه والماسيه، وجمعت اكتر من 70 اسطوانه ذهبيه، وكمان كسرت الرقم القياسي العالمي لمبيعات اغنيه فرانك سيناترا باغنيه جيجي لاموروزو سنه 1975. الموهبه اللغويه دي ما كانتش مجرد مهاره عاديه، ما كانتش بس بتغني لبلدان مختلفه، كانت بتغني لاهل البلد بلغتهم الام، وده خلق رابط عاطفي عميق بينها وبين جماهيرها. كانت سفيره ثقافيه فريده من نوعها قبل ما مفهوم البوب العالمي ينتشر. ده بيخلي داليدا فنانه رائده ومهمه جدا في تاريخ الموسيقى العالميه. داليدا اتكرمت وخدت جوائز كتير بتعكس تاثيرها الثقافي الكبير، ومن ضمن التكريمات دي وسام مدينه باريس ووسام الفنون والاداب، ولقب عرابه اطفال مونامارتر المشردين. بس اهم تكريم كان وسام رئيس الجمهوريه من الجنرال شارل ديغول، وده خلاها الفنانه الوحيده اللي بتاخد الوسام ده. رغم انها عاشت معظم حياتها الفنيه في باريس، حبها لمصر كان عميق واصيل زي كده بالظبط. كانت دايما وفيه لوطنها. الاغاني العربيه اللي غنتها داليدا لمست قلوب الملايين في العالم العربي، اغاني زي حلوه يا بلدي وسلمى يا سلامه واحسن ناس. ولما نداني حبي الاولاني سبت كله وجيت ادينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه. الاغاني دي كانت بتعبر عن عوده داليدا لجذورها الثقافيه، وده خلاها تسرق قلوب كل العرب. بعد نجاح سلمى يا سلامه سنه 1977 داليدا رجعت تزور الشرق الاوسط كتير، عملت حفلات ناجحه في لبنان، والحفلات دي كانت بتجذب جماهير كتير، وقابلت الست فيروز قبل كده. العوده لجذورها المصريه ما كانتش بس عن طريق الاغاني والحفلات، ده كمان حصل على شاشه السينما. داليدا رجعت مصر سنه 1986 عشان تشارك في فيلم اليوم السادس للمخرج العالمي يوسف شاهين. الفيلم ده نزل قبل وفاتها بسنه، وكان بمثابه عودة قوية ومؤثرة ليها في السينما المصرية. وزي ما قلنا لكم ان حياتها كانت مليانة وجع، الجانب الاكثر وجع في حياة داليدا كان حالات الانتحار المتكررة لأقرب الرجال ليها. ده كان محور مأساتها الشخصي، ولحد دلوقتي عليه علامة استفهام. سنة 1967 حبيبها المطرب الإيطالي لويجي تينكو انتحر بعد فشل أغنيتهم في مهرجان سان ريمو. داليدا هي اللي اكتشفت جثته، وده كان السبب الرئيسي لمحاولة انتحارها الأولى. وفي سنة 1970 لوسيان موريس طليقها السابق انتحر بإطلاق النار على نفسه. وفي سنة 1975 مايك براند صديقها المقرب انتحر بالقفز من شقته في باريس. وفي سنة 1983 ريتشارد جانفراي حبيبها السابق انتحر باستنشاق غاز عادم عربيته. مش فاهم ايه قصه الانتحار اللي عماله تتكرر دي. النمط ده من المآسي ما كانش مجرد احداث فرديه، ده كان خيط درامي مأساوي في حياتها. تكرار حالات الانتحار دي خلق عبء نفسي كبير عليها، خلق عبء نفسي كبير عليا انا وانا بحكي القصه، وده اللي ساهم بشكل مباشر في محاولتها هي نفسها بالانتحار وفي وفاتها في الاخر. غير كل ده داليدا عاشت حزن شخصي عميق بسبب انهاء حملها سنه 1967، وده خلاها عقيمه. الحدث ده ضاف طبقه تانية من الخساره والرغبه اللي ما اتحققتش بالامومه، وده ساهم في المها العاطفي. القصه دي بتوضح فكره عميقه، ان تفاني داليدا الشديد لشغلها ولجمهورها جاب تكلفه شخصيه عليها، وده اللي انا خايف منه شخصيا. هنا بقى هنتكلم عن ألمها العاطفي العميق اللي كان بيظهر في اغانيها اللي بتعبر عن الضعف، زي اغنيه جيسوي مالاد. لو انت لسه مركز معايا يا برو، انا قلت لك انها انتحرت، لكن ما قلتلكش حياتها انتهت ازاي. في ليله 3 مايو 1987 كانت الليله الاخيره في حياه داليدا، في مشهد مأساوي لما توفت بجرعه زايده من الباربيتورات، وده مهدئ للاعصاب. سابت وراها رساله انتحار مؤثره بتقول: الحياه بقت لا تطاق بالنسبه لي، سامحوني. الرسالة دي رسخت صورتها فورا كمطربة تراجيدية. بس بالرغم من النهاية المأساوية دي، داليدا فضلت أيقونة خالدة، وزي ما قلت لك لسه ماسكة الترند لحد دلوقتي. خليني أقول لكم إن في شباب طالعين دلوقتي لسه بيسمعوها وما يعرفوش أصلا إيه قصة داليدا ولا إذا كانت مصرية أو لا، وكمان تصنيفها ضمن أحسن 7 مطربين على مر العصور بيوضح موهبتها وجاذبيتها اللي ما بتنتهيش. وفي النهاية اتحولت داليدا من شخصية مأساوية لأيقونة، وبعد وفاتها اتعمل لها تمثال في مونامارتر 1997، وده خلاها ثالث ست في فرنسا بس اللي اتعمل لها تمثال. داليدا سنة 2001 بتظهر على طابع البريد، وكمان اتعمل لها معرض كبير عن حياتها بمناسبة 20 سنة على وفاتها. في جولة داليدا مشهورة في مونامارتر بتاخد المعجبين في لفة جوه حياتها. في النهاية داليدا صوتها لسه عايش، وجاذبيتها اللي ملهاش حدود لسه بتوصل لكل الأجيال. إرثها حي وموجود، وده اللي خلاها ليها مكانة خاصة جدا في قلوب المعجبين. داليدا مش مجرد مطربة، دي حكاية إنسانة عاشت الحياة بكل تفاصيلها، بكل مجدها ووجعها. بالرغم من نهاية عالمية، لكن فضلت محتفظة بانتمائها لبلدها، وراها إرث فني وإنساني
هيعيش للابد. داليدا صوت مصر. اعمل سبسكرايب للقناه ولايك وشير بسرعه. ما تنساش تشوف الحلقات اللي قبل كده وتستنى الحلقات اللي جايه. ممكن كمان ترشح لنا اسماء نقدر نعمل فيديوهات عنها.